السلام عليكم. قبل ما يبدأ الفيلم ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. فيلمنا بيبدأ في عالم مألوف فيه الحيوانات لبشر والبشر لحيوانات، بمعنى إن الحيوانات هي اللي بتصطاد البشر وبيستغلوهم وبيستخدموهم بأي شكل ممكن. ويبقى في شخص مربوط في شجرة بسلسلة حديد حوالين رقبته، وبيحاول إنه يفك نفسه قبل ما حد يجي ويأذيه، ويبان أثر ضرب موجودة على ظهره. وبيجسد الشخص ده بكلب صغير مربوط من غير ما يكون له صاحب، ويفضل قاعد على جنب الطريق مستني أي حد يساعده. لكن أول ما بيشوف عربية بتيجي من بعيد بيخاف وبيقلق وبيحاول إنه يستخبى منها. وبيكون الشخص ده مدى الرعب اللي بيبقى في الحيوان المربوط على جنب الطريق، وهو مستني أي حد يساعده. وأول ما حد بيقرب منه بيكون خايف إنه يقتله أو يضربه، ومفيش تصرف للحيوان قادر يعمله إلا إنه يستسلم لمصيره. وبيلاقي عربية معدية قدامه وبتقف، والسواق بيبص للشخص اللي مربوط وبيكمل طريق تاني. وبيفضل الشخص ده باصص على العربية وبيلاقيها فعلا لافت من تاني وتوجهت ناحيته، وبينزل منها شخص شكله غريب وبيقرب منه وبيطلع منه معاه حديد عشان يفك سلسلته. وبنروح لثلاث أشخاص وهم مستخبين من صياد في الغابة يحاول يهربوا من الصياد ده، وبيحسوا بحركة حواليهم وبيكونوا بيجسدوا الغزلان اللي بتحاول تهرب من الصيادين، لحد لما بيلاقي شخص براس غزال وهو اللي بيطاردهم، وبيقدر انه يقتلهم وياخدهم معاه المذبح. وبعدها بتظهر العربية مليانة ناس وهي رايحة لمزرعة اللبان واللحوم، وبيتفتح باب العربية على المزرعة والبشر الموجودين في العربية، وبيكونوا خايفين يخرجوا منها لحد لما بيجي راجل برستور وبيطاردهم برا العربية عشان ينزلوا منها. وساعتها بيكون الشخص اللي واقف للراجل اللي مربوط على الشجرة قدر انه يقطع السلسلة ويحرره من حبسه، وخده معاه في بيته وجاب مرهم مرتب عشان يعالج الجروح اللي على ظهره. وبيبان ان الشخص بيعامله بطيبة ومش قاصد يضربه. وبنرجع تاني للقطيع اللي في المزرعة واللي بيتحرك وهو خايف من اللي هيحصل، لحد لما واحد من القطيع بيرفض انه يكمل جري مع باقي وبيقف بعيد عنهم لانه عايز يهرب. وبيظهر قدامه الحارس المسؤول عنهم وبيطلع معاه عصابة وبيضرب بيها الشخص ده وبيوقعه على الأرض. فبيكمل محاولة هروب وبيحاول إنه يطلع الحديد اللي قدامه عشان يهرب من المزرعة دي قبل ما يذبحه، لكن الحديد يبقى متكهرب ومحاولة هروبه بتفشل، وهو بيفضل على الأرض يتشنج من كتر كمية الكهرباء اللي دخلت جسمه. وبيفهم باقي القطيع إن مفيش أمل لهم يهربوا من المكان، وبيكونوا خايفين أكثر من الحديد ومن الحارس اللي في إيديه عصاية. وبعدها بيروح الحارس ناحية الشخص المتكهرب وبيسحبه برا المكان سواء لذبحه أو سلخه زي ما البشر عموما بيعملوا مع الحيوانات. وبيكون ساعتها الشخص اللي بيمثل دور الكلب قاعد في مكان خايف لحد لما بيلاقي اللي خده في الطريق اللي هو جسم إنسان براس كلب، وبيقابل شخص ثاني جسم إنسان وراس حصان وبيديله في إيديه جردان أبيض، وبيبان على لبسه إنه شغال في شركة لتوريد الأغذية والمشروبات والأدوية. وبعد ما بيجي الجراد منه بيدخل تاني على البشري وبيفتح العلبة قدامه وبيطلع أكل نيه وبيحطه في الطبق في الأرض، وبيجي بالبشري عليه بسبب جوعه لأن دي الطريقة لإطعام الكلب في العالم الحقيقي. وبعد ما بيخلص أكل بينقله الشخص اللي حبسه في العربية بتاعته وبيروحوا المكان سوا. هو بيشوف ساعتها إن في شخص براس خروف قدامه وبتقف العربية، وبيجي صاحب العربية يفتح بابها عشان ينزل البشري منها، وبيشده من السلسلة اللي في رقبته لحد لما بيرميه في مكان ضيق شبه الزنزانة وبيحبسه جواها عليه. وبيفضل البشري لوحده في المكان ده لحد لما بيلاقي شخص براس دب داخل عليه عشان يشده من رقبته ويروح بيه مكان تاني. وبيكون البشري خايف من اللي بيحصل له ومش قادر انه يعمل اي تصرف ويهرب بيه من ايدي الدب، وكل اللي بيعمله انه يقطع على الارض عشان وبعدها بيهرب. لكن الدب بيفضل يسحبه بسهولة وراه في ايديه لمبة جاز عشان تنور الضلمة اللي هم فيها. وبنرجع تاني للقطيع الموجودة في المزرعة واللي فيها منهم واحد مكهرب، واول ما يحاول يلمس الحديد وبيهرب منه. وبيكون القطيع خايف من الهروب عشان ما يحصلش معاهم نفس اللي حصل لزميلهم، لكن واحد منهم جسمه القليل قدر انه تهرب من الحديد وتعدي من بينهم قبل ما بيجي لهم تاني، وبياخد حد فيهم. واول ما بتعدي ما بين الحديد بتستخبى في المكان الطور ما بيكونوش شايفينه فيه وما بياخدوش باله من العدد الناقص. وبيكون ماسك في ايديه ساعة كهرباء وبيكهربوا باقي القطيع عشان يسحبوهم بعيدا من المزرعة ويروح بيهم المذبح زي ما بيحصل مع البقر بشكل طبيعي سواء كان للذبح او للسلخ. والبنت اللي قدرت تهرب ناحية الباب لكنها ما بتقدرش تفتحه، وساعتها بيحس الطور ان في حركة غريبة ناحية الباب فبيروح ناحيته عشان يتأكد ان مفيش حد هربان. وساعتها بتقدر البنت اللي بتجوز دور البقرة انها تستخبى بعيد عنها
عشان ما يشوفهاش، وبيفضل يطور يدور عليها لحد لما بيسمع صوتها وهي بتجري منه، فبيروح ورا الصوت لحد لما بيلاقي واقفة جنب الشخص اللي براس حصان كان هو اللي حيحميها من الطور. ويفضل الحصان والطور واقفين قدام بعض بيتكلموا. بعدها الحصان بياخد الصباح الكهربائي من ايد الطور وبيكسره بسبب انه منعوه من استخدام السائق. بيعذبوا الحيوانات مش بيقتلوها زي ما هم عايزين. وبعدها بياخد البنت وبيتحركوا بيها ناحية مخرج المزرعة، وقبل ما بيوصلوا لباب المزرعة بيطلع قلم من معاه وبيضرب بيها البنت على راسها وبيقتلها. وبيكون الحصان معترض على فكرة قتل بالكهرباء لأنها بتعذب الإنسان قبل ما يموت، إنما ما عندوش أي اعتراض على قتلهم بالسلاح في راسه عشان ينهي عذابهم فعلا. وبنرجع تاني للشخص اللي بيجسد دور الكلب، وبيكون مع الدب وداخلين في المخزن وبيربطوا السلسلة بتاعته في حديد متثبتة في الأرض عشان ما يقدرش يهرب. وبيبص البشري اللي قدامه وبيلاقوا شخص كتير بكل أنواع الكلاب يدفعوا فلوس كأنهم بيتراهنوا عليه. وبعدها بيظهر الدب تاني وفي إيديه شخص تاني مجسد دور كلب، وبيتربط الشخص ده قدامه. بيفهم إن في مصارعة كلاب، لكن لأن الطبيعة متغيرة فالكلاب هيتفرج وتتراهن وهما اللي هيتخانقوا ويقتلوا بعض ويتراهنوا عليهم، وبيهاجموا هما الاتنين على بعض وبيباقي وبيتفرج عليهم. فبيحاول البشري إنه يجري على أصحابه وبيمسك في عشانه وينقذ ويرفض إنه يشارك في المصارعة بسبب خوفه. وبيموت الرهان بسبب إن الجرو بيفضل يبعد ومش عايز يتخانق لحد ما الدب بيروح. وبيجي بالفاس وتاعته وبينزل على الأرض الراجل وبيقتله وبتبص الليلة والرهان. وبعدها بياخدوا الحصان وبيرميه في عربية بتاعته ومعاه الشخص تاني وبيرجع بيه المزرعة بتاعته. وبعدها بيرش الحصان مية على البشري بتاعته من مكان الدم اللي كان عليه وبيسيبه في المزرعة. وساعتها البشري بيكون عايز يهرب من المكان وبيستنى أول ما الضرر يبعد عن البوابة وبيجري بسرعة وبيهرب برا المزرعة. وبيكون شايف اللي بيهرب وبينادي على الغزال الصياد عشان يجري وراه ويصطاده. بيكون الغزال هو اللي بيطارد الإنسان ويضربه بالبندقية اللي معاه، وبيفضل يطارده لحد لما الحل بيتعادل تاني وبيكون الإنسان هو اللي بيطارد الغزال عشان يصطاده. وبيبقى الهدف من الفيلم هو إظهار المعاناة اللي بيعانيها الحيوان اللي بيتم اصطياده لأسباب وحشية زي مصارعة الكلاب واللي لازم تنتهي بموت في يوم، أو أساليب قتل البقر سواء بالكهرباء أو الأدوات اللي بتكون غير طريقة الذبح المعروفة وإكسار رحمة الحيوان.